السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أكتر الأسئلة اللي بشوفها على الصفحة وعلى جروبات الواتساب بتاعتنا سؤال حضراتكم اللي بيقول ابني على طول كده عنده لا مبالاة، مش عايز يعمل حاجة، لا عايز يروح تمرين ولا عايز يذاكر ولا عايز ينظف مكانه ولا عايز يعمل حاجة، عايش كده برنس في نفسه ما بيعملش حاجة خالص. قولي لنا علاج اللامبالاة عند الأطفال إيه؟ تعالوا بس نشوف يعني إيه لا مبالاة أساسا علشان نقدر نحلل الموضوع. ربنا ما خلقش الإنسان يعيش كده، يعني ده مخالف للفطرة، ده مخالف لخلق الله من اول سيدنا ادم لغايه اخر نسله. الاصل الانسان بيبقى عايز يتعلم، والاصل الانسان بيبقى عايز ينتمي لجماعه، يعني يبقى في محيط جماعه، تمام، اللي هو الحاجه للانتماء والحاجه للحب. والاصل الانسان بيبقى محتاج للتقدير، يعني عايز يعمل حاجات يحس فيها بالانجاز، فالانجاز ده ينعكس على حالته النفسيه، ودي فطره ربنا خلقنا كده، خلق اي انسان بيميل لده، بقى عنده احتياج للتقدير واحتياج للحب واحتياج للانتماء، تمام، واحتياج للتعلم، تمام. طيب ليه بقى بيجي نماذج اطفال بنشوفها 8 و9 و10 سنين ما عندهاش الكلام ده، والكلام ده كله بايظ عندها؟ تعالوا نشوف احنا عملنا ايه، خربنا الفطره دي، تمام. من اول الحاجات اللي بتخلي الطفل عنده لا مبالاه قاعده بتقول ايه؟ ما يقوم به غيرك عنك فلا داعي ان تقوم به انت. ايه ده؟ يعني ايه؟ يعني لما يكون في حاجه حد غيري بيعملها، ايه الداعي ان انا بقى كمان اعملها؟ مفيش داعي، مفيش منطق. يعني الطبيعي لما اكون انا عامله حسابي ان في حد تاني بيعمل ده فخلاص هعمله انا ليه؟ خلاص. مره في التانية في التالتة الطفل بيحس انه مش محتاج يعمل كده، وده احنا بنعمله كتير جدا في حياتنا. قوم ذاكر، قوم ذاكر، ما قامش تقومي انت جايباه وتحطيه وتذاكري له وتحضري له وتحطي كتبه في الشنطه، اصل انا لو ما حطيتلوش مش هيحطها، ما يحطهاش. لا اصل انا لو ما اكلتوش مش هياكل، مش ما ياكل. يعني طول ما انت بتعملي الحاجه وهو واثق انك بتعمليها وقلبك مش هيجيبك، هو كده ما اتعلمش ابدا انه يعملها. عارفه ده لاي انسان على فكره، مش للطفل بس. يعني تخيلي انت مثلا ايه، انا النهارده حطيت لك الموبايل بتاعك في الشاحن، بكره خدتي بالك ان انت نسيتي تحطيه بس هو مشحون، قلت لك اصل انا حطيته لك في الشاحن، تسلمي والله شكرا ليكي. تاني يوم، تالت يوم، تخيلي لو رابع يوم انا نسيت وما حطيتش الموبايل في الشاحن، انت هتقومي عامله ازاي لو لقيتي موبايلك فاصل وانت محتاجاه؟ ايه ده؟ انت ازاي ما تحطوش في الشاحن؟ كانه دوري انا، حلو موبايلك انت اللي تحطيه مش انا مالي. ليه؟ لان انا اعتدت على كده، انت اعتدتي ان انا احطهولك، فبما ان انا بعمل دورك فخلاص مع الوقت بيتوقف احساسي او مسؤوليتي عن ان انا اقوم بالحاجه دي. فمن اخطر الحاجات ان احنا بنقوم عن ولادنا بمسؤولياتهم. رقم 2 اللي بيخلي الطفل ما عندوش تحمل مسؤوليه هو ان احنا مش بنحمله مسؤوليه. يعني ايه؟ يعني مش بنديله مسؤوليات، مش بيبقى عنده حاجه في حياته هو المسؤول الاول والاخير عنها، زي المصروف الشخصي، تمام. وانا شايفه ان المصروف الشخصي ده من اكتر حاجات المهمه جدا، وده اتجاه عالمي يعني في التربيه الايجابيه وفي اسس علم النفس، ان الاطفال من سن 4 5 سنين يبقى لهم مصروف، يبدا مصروف يومي، يوصل ل6 سنين يبقى مصروف اسبوعي، بعد شويه يبقى مصروف شهري، بحيث ان الطفل يبقى عنده اداره مال. مفاهيم كتير جدا بتتظبط بالمصروف، من ضمنها المسؤوليه الماليه، يبقى مسؤول وعارف والله الفلوس دي تكفيك لاخر الاسبوع. هو بقى يصرفهم في يوم مش مشكله، يتعلم يصرفهم في لغايه اخر يوم، وبعد كده يصرف، يحوش جزء علشان حاجه احتياجاته المستقبليه، يعتاد مهارات المال دي يعملها. مسؤوليته انه ينظف مكان، مسؤوليته انه يظبط حاجه معينه في الاكل او دور معين في الاسره. طيب المسؤوليه دي بتحمله مسؤوليه من ناحيه، وده احتياج قوي، ومن الناحيه الثانيه بتشعره بالانتماء. يعني ايه؟ انا ليه لازمه، ليا دور في البيت ده. لكن لما اجي اسال ابنك بيعمل ايه، وتقول لي هو شغلته بس يذاكر، انا مش عايزه منه حاجه تانية غير انه يذاكر ويا ريته يعملها. لا ماما، مفيش حاجه اسمها كده. لو فضيتي ابنك عشان بس يذاكر ويا ريته يعملها، هو مش هيذاكر ومش هيعمل حاجه تانية. الحل انه لازم يحس بالانتماء يا ماما. هو ساكن في بيت، البيت ده فيه اكل وشرب وتنظيف وخروجات وميزانيه وغيره، لازم ياخد مسؤوليات في البيت ده، لان اخدي للمسؤوليه بيخليني احس ان ليا لازمه في البيت، فليا دور. انا لو ما مليتش الازايز، لا ده هم بيعتمدوا عليا في ملي الازايز، ده هم انا ليا دور مثلا في غسيل المواعين، في تنظيف منطقه معينه من البيت، في تنظيم حاجه معينه، ليا دور اتجاه ذاتي، حاجتي انا الشخصيه، تمام. ودي النقطه الاولانيه اللي اتكلمنا فيها، اللي هي ما يقوم به غيرك عنك. وليا دور مع الاخرين،
في البيت، في محيط الاسره، في محيط بقى حاجات معنويه زي عندنا مشكله عايزين نصلح حاجه، عايزين نحوش فلوس حاجه، عايزين نعمل حفله لحاجه، او حاجات ماديه يعملها، ينظف مكان معين، او يبقى ليه مسؤوليات معينه تجاه البيت. ايه تاني بيخلي ولادنا ما عندهمش تحمل مسؤوليه او عندهم لا مبالاه ومش عايز يعمل حاجه؟ غير ده، غير عدم تحمل المسؤوليه في الاصل وغير عدم احساسه بالانتماء، ان يحس انه ملوش لازمه. فانت اللي بتختاري المدرسه، وانت اللي بتختاري المستر اللي بيروح هياخد عنده الدرس، وانت اللي بتختاري المدرسه اللي هيتحول لها، وانت اللي بتختاري لبسه، وانت اللي بتختاري هتعملي اكل ايه النهارده، وانت اللي بتختاري هتحطي الانتريه فين والسفره فين. وبعدين الافراد اللي في الاسره دي فين احساسهم ان ليهم دور وليهم قيمه في حياتهم وحياه الاخرين؟ ازاي يبقى بنوته في ثانويه مثلا واكتشف انها بتقول لي ان بابا بالصدفه اكتشفت انه راح يحول لي من المدرسه، فاللي هو انت رايح فين؟ اصلا كلام بينه وبين ماما اللي هو انت ما رحتش الشغل ليه؟ عشان رايح الاداره التعليميه حول البنت. قالت لي البنت دي قعدت اركز، هي بنوته وحيده يعني، باقي اخواتها اولاد، قالت لي انا قعدت اركز عشان اجمع اني بنت مين ومدرسه ايه اللي هيحول لي منها وليه، وما قاليش ليه. يعني دي بنوته يا جماعه 16 سنه، مش مازال. ازاي يوصل بينا الحال ان احنا بنعمل خطوات مصيريه في حياه ولادنا من غير ما ناخد رايهم؟ هو اصلا رايهم وانت رايك تكميلي تظبيطي، تقول له والله انا شايف كذا، انا حاسس بكذا، انا رايي كذا. وكل ما كبر ابنك كل ما مساحته في حياته بتزيد ومساحتك انت بتقل. فانت ازاي تعمل كده؟ ازاي طفل عنده 4 ولا 5 سنين وحد تاني بيختار له لبسه، او حد تاني بيجبر عليه، يجبره ياكل انواع او اصناف هو ملوش اختيار؟ وفرقت معايا انا ايه؟ يعني انا عندي بنتين، فرقت معايا ايه اطبخ باميه ولا بسله؟ طالما مش فارقه خلاص. ايه رايك النهارده دور مين في اختار اللي هنطبخ ايه؟ دور رودي. اختاري انتي هنطبخ ايه النهارده. طب اختاري انتي هنخرج ايه فين، مثلا احنا نروح اماكن معينه. فعندي مول كده فيه 3 4 اماكن ممكن ناكل فيها، فاحنا معانا احنا مش فارقه يعني، احنا مش فارقه حاجه انا او والدها، فخلاص بنسيب كل واحده فيهم تبقى مسؤوله اختيار المكان، ودي اختيار اللبس، ودي اختيار الحاجات اللي هناخدها معانا. خلي اليوم مسؤوليات يحسوا بدورهم اتجاه نفسهم واتجاه الاخرين. تمام. ايه تاني؟ علشان ايه ممكن ولادنا يكون عندهم لا مبالاه؟ علشان التبكيت. عارفين التبكيت اللي هو ايه؟ ابنك عمل حاجه واخفق فيها وانت كنت قايله له واديتي له مساحته، سمعتي الكلام كده وكنت تربويه شطوره، او حضرتك كأب كنت تربوي شاطر واديته مسؤوليه ان هو يعملها، فعملها واخفق. ما احنا بنديلهم المسؤوليه عشان يفشلوا او ينجحوا عادي. ما هو دي فكره تدريب على تحمل المسؤوليه، مش تحمل مسؤوليه فعلي. تمام. فاخفق ما عملهاش. شفت؟ مش انا قلت لك من الاول عشان تعرف كلامي؟ انا اللي ما يسمعش كلامي يحصل له كده. شفت اهو طلع المستر ده وحش. شفت انا قلت لك اصلا، انا كنت عارفه وسبتك تجرب. ارجوك او ارجوكي بطل تبكيت. ما تفضلش تلوم طفلك باستمرار على اختياراته الخاطئه، لان ده هيخليه يستسهل ويبطل يختار. خلاص بقى عيش انت بقى. خلاص مره في التانيه هيعتاد جو الايه الانتخه ده، ان هو ما يعملش حاجه. فبالتالي انت قصرت فطره انه يكون مسؤول عن الحاجه اللي بيعملها، او يكون عنده احساس بالانتماء او احساس بالقدره على الانجاز وتحقيق الهدف. فكل ده انت دمرته بكتر التبكيت. فارجوك لما ابنك يخفق في حاجه خلاص طنشي بقى. ما تقولش انا قلت لك كده، شفت كلامي، شفت مش عارف ايه. توقف عن التبكيت، الدنيا هتنجح معاك كتير. من الاسباب اللي ورا ان اولادنا ما عندهم لا مبالاه وما عندهمش تحمل مسؤوليه هو القدوه، غياب القدوه. اوعى تفتكري ان لما تكون انت الام اللي بتطبخ وبتنظف وبتذاكر وبتودي النادي وتجيبه ومش عارف ايه تبقى انت البطله الفظيعه اللي ما حصلتش. لا، اوعى تفتكر ان انت لما تدخل قدام ولادك في صوره اللي بيعمل كل حاجه والشخص التاني ما بيعملش اي حاجه خالص تبقى انت كده بتلبي طلباته، واللي نفسه فيه كله بجيبه له، واللي نفسهم فيه بعمله، وانا ما بخليش حد يعمل حاجه وانا موجوده. اوعى تفتكر ان ده الصح. ده انت كده بتدمري قدوه، يعني بتضربيها في مقتل. ما ينفعش. لازم الطفل يعرف ان كلنا لينا ادوار. بابا ليه دور وانا ليا دور، وبابا وهو موجود يوم اجازته بيعمل 1 2 3، وانا باجي من الشغل بعمل 1 2 3، ومش عارف مره بابا عمل ايه وانا بعمل ايه وانت بتعمل ايه واختك بتعمل ايه. لازم الطفل ياخد باله ان القدوه الكل بيقوم بمجموعه ادوار مختلفه. لازم تحافظ على القدوه في تحمل المسؤوليه لجميع العناصر، مش عنصر واحد شايل كل حاجه والباقي عايش كده في ميه البطيخ. ما ينفعش. ايه تاني بيخلي ولادنا عندهم لا مبالاة؟ ارتفاع التوقعات.
يعني ايه ارتفاع التوقعات؟ يعني كتر المثاليه الزياده في الحياه، ان انا متوقع ان ابني يجيب 10 من 10. ليه ما تجيبش 10 من 10؟ لازم تطلع الاول في البطوله دي، لازم تجيب لي الكاس، لازم تبقى مش عارف ايه. كتر كلامنا عن طموحاتنا واحلامنا في اولادنا قدامهم، ده مش بيبقى حافز زي ما ناس كتير فاكرين ولا حاجه. كتر ما انت تتكلم على ابنك، انت هتطلع الاول على المدرسه، انت هتعمل مش عارف ايه. احنا اصلا ما ينفعش نتكلم في النتائج، احنا بنتكلم في المجهود. انت هتذاكر احسن حاجه عندك وان شاء الله ربنا مش هيخذلك. انت هتتمرن كويس جدا وربنا هيوفقنا يوم البطوله. انت بتتكلم في المجهود مش في النتائج. احنا مش مسموح لنا نتكلم في النتائج، النتائج دي مش بتاعتنا، دي بتاعت الله، ده رزق الله ملناش فيه. الصح ان انا اتكلم في المجهود. ارتفاع درجه التوقعات بيخلي الطفل مع شويه الاول يبقى ماشي معاك كده بيحاول يقاوح، بعد شويه ييأس ويحس ان مهما عمل عمره ما هيوصل للصوره اللي انت حاططها، اللي هو صوره ان انت هتجيب 98% وهتدخل طب. حتى لو هو ده كلامه، ما ينفعش ترتفع قوي بدرجه توقعاتك. كتر التوقعات وارتفاع درجه التوقعات بيأذينا احنا كاهالي، وبيأذي ولادنا على المدى البعيد، وبيخلي عندهم اللامبالاه، وبيخلي عندهم احساس بالعجز ان انا عمري ما هجيب الصوره دي من التوقعات، فبالتالي بيميل ان هو ما يعملهاش خالص وخلاص ايه، يفقد الحماسه والحافز للسعي. اعتقد دي معظم الاسباب اللي ورا اللامبالاه. اتمنى يكون الفيديو افادكم. قولوا لي رايكم في التعليقات، وقولوا لي اي افكار لفيديوهات تربويه تانية محتاجين تعرفوها. شكرا ليكم. ماجدة عمار، احنا بتوع تربيه.